بقول للمسرح الآتي: أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك رجلا نادرا. أعطني مسرحا أعطيك امرأة مدهشة. أعطني مسرحا أعطيك جيلا ذهبيا. المسرح مدرسة الشعب. عباس أحمد. أمير الرواية المصرية، كاتب المدن الغامضة، وسيد القلوب العامرة باليود النقي. إنه مهندس الخيال المصري، كاتب يبحر من بورسعيد ويدون نبض البحر في شرايين السرد. إنه سادن النثر المصري. في البدء لم تكن الكلمة ولا القصص، بل كانت المدينة الأسطورة، مدينة كتبت بموج مهيب ووقعت باسمها على كل ميناء، مدينة تقف على الشاطئ منارة للحكاية الأسطورية عظيمة الأثر. إنها بورسعيد. من هناك خرج صوت لا يشبه إلا نفسه، خرج كأنه المد حين يتلو نشيده الأول، كأنه السرد حين يتنبأ بالمستقبل. من تلك المدينة التي لا تكتب أسماء أبنائها على الماء، بل تنقشها على جدران الذاكرة، خرج سامح الجباس، لا ليكون كاتبا عاديا يضاف إلى القوائم الصماء، بل ليكون سيرة عصماء تمشي على قدمين، يمضي في درب الكتابة كما تمضي السفن، بأمل وبوصلة وقلق دائم أن يفوته الميناء الأكثر صدقا، دفاتر الحكي الزرقاء. لم يكن سعيه وراء الكتابة ترفا، بل كان ضرورة وجودية. ولم تكن الحكاية عنده ضربا منمقا من ضروب التسلية، بل كانت مقاومة، نبشا مثابرا في طبقات الصمت، كشفا لما يراد له أن ينسى، واستحضارا حاسما لذاكرة المدن قبل أن تتهدم، ولذكرى الناس قبل أن يبتلعهم الإسفلت المضيء. هو الطبيب الذي ينصت إلى صوت القلب في النهار، ثم ينصت إلى صوت العالم في الليل. لا يستعين بسماعة طبية، بل بسماعة سردية يصغي بها إلى ضجيج الحكايات، ويرتبها كما يرتب الطبيب أعضاء الجسد في لحظة إنعاش تاريخية. سامح الجباس لا يكتب نصا، بل يجري جراحة معقدة على جسد اللغة. هو الكاتب الذي يشبه المدن، فهو متعدد، بسيط، مركب، حالم، موجوع، كأنه البحر لا يعطي سره من الوهلة الأولى، لكنه لا يخدع ولا يكذب على محبيه. الميناء الذي ترسو فيه القوارب التائهة، والمرفأ الذي يضم الحكايات المتعبة، والمنارة التي تضيء للنصوص الطريق الأبهى كي تعود إلى معناها الأول. من هنا بدأ، من بحر يشبه الكتابة، إلى أن أهدانا ذرته المستحيلة. إنها روايات سامح الجباس،
كل عنوان منها صدى لذات متعددة الوجوه. المواطن المثالي مجموعة قصصية مبكرة لكنها تحمل نضجا لافتا، كأن الجباس كتبها بعد أن خاض الحياة كلها دفعة واحدة. القصص هنا ليست حكايات تقليدية، بل مختبرات أخلاقية تضع القارئ في مواجهة حاسمة مع هشاشته الداخلية. المثالية في هذه المجموعة قناع يتشقق كلما اقتربت منه، والواقع خنجر يسطع على رقبة اليقين. حي الإفرنج، الرواية التي أثبتت أن المكان يمكن أن يكون قدرا. حي الإفرنج في بورسعيد كما يصوره الجباس ليس حيا عاديا، بل حي يختزن ذاكرة مدينة بأكملها. الرواية تعيد تشكيل المكان بوصفه شخصية درامية، وتكتب وجع التعددية الثقافية بلغة مشحونة بالألفة والمواجهة. بورتو سعيد، هذه الرواية المذهلة ليست عن المدينة، بل هي المدينة في ذاتها، تتحدث وتبكي وتقاوم. هنا يصل الجباس إلى ذروة اندماجه مع الجغرافيا، ويكتب سردا هجينا يجمع بين التوثيق والفتنة. بورتو سعيد عمل يشبه تميمة من ملح ورصاص. كريسماس القاهرة، رواية فيها من التهكم أكثر مما فيها من مفاهيم السعادة، ومن الوحدة أكثر مما فيها من الاحتفال. القاهرة تروى هنا من منظور شتوي بارد وحاد، كأنها مدينة تتجمد مشاعرها كل ديسمبر. النص يتحول إلى مرآة مجروحة تعكس هشاشة العلاقات وارتباك المدن حين تفقد دفء أهلها. حبل قديم وعقدة مشدودة، الرواية التي فتحت له بوابات الجوائز العربية حين فازت بجائزة كتارا للرواية. في هذا العمل يكتب الجباس الحبل ليس بوصفه وسيلة ربط، بل باعتباره رمزا للأسر الزمني المتداخل والساحر. والعقدة ليست تشابكا تقنيا، بل إنه استعارة للقدر نفسه. الرواية فلسفية ومكثفة ومشحونة بتقنيات التشويق النفسي، وقد ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية تأكيدا لعالميتها. نادي النيل الأسود السري، رواية النخبة الخفية التي تدور في أقبية القاهرة الفكرية، حيث السلطة ليست سياسية بل معرفية. الجباس هنا يكتب رواية مذهلة خلابة لكن بنكهة فلسفية، ويرسم فيها شبكة علاقات تستند على الخوف والتأويل والخيانة. مفتش مراجيح القاهرة، عنوان يبدو ساخرا لكنه يخفي وراءه تفكيكا عميقا للسلطة. المفتش الذي يتتبع تراوح المراجيح إنما يتتبع في الوقت نفسه تقلبات النفس في صعودها وهبوطها. الرواية عبثية في ظاهرها لكنها وجودية في بنيتها الداخلية. بطلها ليس إحسان عبد القدوس، إنما بطلها الإنسان الذي يحمل فكرا في زمن السقوط المدوي. بسطة عزيز دومت، الرواية غريبة ومثيرة وعالمها أكثر جمالا. الجباس يكتب هنا عن الهوية من خلال شخصية مسكوت عنها طيلة الوقت، حيث كل رسالة تحمل خيانة وكل طابع يحمل اعترافا غامضا. النص كولاج رهيب من الذكريات المذهلة والمتناثرة والعصيبة. رابطة كاره سليم العشي، أجرأ رواياته فكريا وأعظمها على وجه الإطلاق. يتناول فيها الكاتب فكرة المعبود الزائف والرهبة الجماعية تجاه كاريزما فارغة. النص ينخرط في مساجلة فلسفية حول الحب والكراهية والوجود الفعال والعدمية.
مهيار، الرواية التي تخترق التاريخ من بوابات التحليل النفسي المربك. مهيار شخصية لا تنتمي لزمن، بل هي طيف ينتقل بين العصور حاملا سؤاله الوجودية: ما معنى أن تكتب؟ وما معنى أن ترى؟ الرواية أقرب إلى نشيد نفسي طويل، حيث العلم والسرد يتعانقان. ويبدو السؤال الأهم: لماذا نحتاج سامح الجباس اليوم؟ لماذا نكرم هذا الأمير؟ لأننا في زمن تتقلص فيه المعاني الكبرى وتتوسع فيه العبارات الجوفاء، لأننا في زمن تفيض فيه السوقيات ويجف فيه الحلم المنشود. نحتاج سامح الجباس كما يحتاج الموج إلى صخرة يعود إليها، وكما تحتاج المدن إلى من يرويها حين تنسى نفسها. نحتاج إلى سامح الجباس كما احتاج يسوع في وعظات الجبل إلى شيء من شموخ تل الجلجثة. نحتاجه لأنه يكتب لا ليرضي القارئ بما يريد أن يقرأه من السائد والمكرور وفوضى بيست سيلر المأفونة، بل يكتب ليبصر الناس بحقائق الزمن الآتي وما بعد الآتي. يكتب لا ليجمل بل يكشف. نصوصه ليست مخدرا لغويا، بل منشطا للوعي وصاعقا لآفات الركود المطمئن في كهف الأقاليم البعيدة. كل رواية له صفعة في وجه التسطيح، ويد تربت على كتف الإنسان المتعب. نحتاجه لأنه يجيد الإصغاء إلى ما لا يقال، ويعيد للكتابة معناها باعتبارها فنا وجوديا لا مجرد سلعة ثقافية. نحتاجه لأنه طبيب الذي لا يكتفي بتشخيص علل الجسد، بل ينفذ إلى أعصاب الروح. في حضرته لا يعود الأدب ترفا بل مقاومة، ولا يظل الراوي مجرد راو، بل يصير حامل لواء المعنى في عصر الغبار العظيم. لذلك وأكثر، فإن سامح الجباس ليس خيارا إبداعيا، بل إنه ضرورة فكرية آكدة. ولأن البحر لا يتكرر، فإن كتابه الحقيقيين لا يشبههم أحد. المجد لأمير الرواية المصرية المتوج على عرش البحر بوقار أثير. المجد لسامح الجباس.